السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ثعلب اسمه شاكر، وكان ذكي جدا وبيحب يفكر كتير، وطول ما هو ماشي بيراقب كل حاجة وبيركز في التفاصيل بشكل كبير. شاكر كان كل أصحابه بيقولوا عليه عبقري عشان بيحل لهم مشاكلهم، والسبب في ده هو إنه بيحب التفاصيل، عشان كده بياخد باله منها ويساعدهم. لكن شاكر من كتر تركيزه في كل تفاصيل الحاجات من حواليه ما بقاش مبسوط، عشان لو حاجة مثلا بايظة بياخد باله منها ويصلحها، وبسبب التفاصيل بقى مضغوط. وفي يوم راح له واحد صاحبه بمشكلة، قعد شاكر يفكر فيها وقت طويل جدا، وما كانش لاقي في تفاصيل الحكاية أي حاجة تساعده إنه يحلها أو يتصرف فيها أبدا. شاكر ابتدى يتعب من كتر التفكير ليل مع نهار، والموضوع كان مضايقه، لحد ما قرر يخرج يتمشى في يوم يمكن يلاقي حاجة حواليه تساعده. وهو بيتمشى لقى مجموعة حيوانات بيلعبوا، وكانوا حقيقي مبسوطين، وكلهم قاعدين يغنوا ويقضوا وقت جميل، وكانوا بيومهم مستمتعين. ولما شافوا شاكر عرضوا عليه يقعد معاهم، لكنه كان وقتها متردد جدا، لأن شاكر كان متعود يفكر ويحل المشاكل وما تعودش يستمتع بوقته أبدا. بس بعد محايلة منهم قعد معاهم فعلا، وقضى وقت طويل بيلعب معاهم فرحان. وقتها بس نسى كل المشاكل والتفكير، ولما خلص يومه كان مبسوط ولكن تعبان. روح البيت يومها ونام، ولما صحى من النوم تاني يوم كان باله رايق وسعيد، والأول مرة وهو بيفكر في حل المشكلة يبص على تفاصيلها بشكل جديد، وفعلا عرف يحل مشكلة صاحبه، وكان حاسس بإنجاز يوميها كبير. مش بس عشان حل المشكلة، لكنه عرف إنه بيضغط على نفسه كتير، وتعلم إنه المفروض ياخد أوقات يرتاح ويلاقي وقت يكون فيه مبسوط وسعيد، لأنه ما ينفعش طول الوقت يحل مشاكل ويكون مرهق بالشكل ده ووحيد. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير. السلام